موقف متعلق بصحتك وتحديدا الدورة الشهرية لو حصل لك وأهملتيه ممكن يسبب لك مشكلة ومشكلة كبيرة كمان. إيه هو الموقف ده وإزاي ممكن تتجنبيه؟ تعالي نشوف الفيديو ده مع بعض. يا جماعة عارفين لما الدنيا تبقى ماشية عادي جدا وفجأة تكتشفي انك كنت عايشة في قصة تانية خالص، وده اللي حصل مع أمنية. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل لأمنية وخلاها توصل للمرحلة دي. أمنية بنت زي أي بنت، عندها 24 سنة، بسيطة، بتحب الحياة وبتضحك كتير، هو ما لهاش في النكد خالص. ومن هي صغيرة وكان وزنها زايد حبتين، وخصوصا منطقة البطن والجناح. ومع دخولها سن المراهقة الوزن زاد شوية كمان. كانت بتحب الأكل، ولما كانت مامتها بتشوفها تقول لها وهي بتضحك: يا بنتي خفي الأكل شوية، بطنك شكلها بقى شكل الحوامل. فتضحك وتقول لها: يا ماما أنا كده شكلي عاجبني، أنا كده مبسوطة في نفسي. أول دورة جات لها وهي عندها 13 سنة، ولما تمت ال 16 راحت أول مرة للدكتور لأن الدورة بتاعتها كانت متلخبطة جدا. الدورة بتيجي وتقطع مرة كل شهر، كل شهرين 3 وأحيانا 4 كمان، ومش عارفة تظبطها خالص. الدكتور وقتها قال لها: عادي يا حبيبتي، الجسم لسه بيظبط نفسه وممكن يكون تكيس بسيط في المبايض، المهم انك تتابعي كل شوية. طبعا أمنية لا تبعت ولا عملت، وعدت السنين وكبرت واتجوزت والدنيا ماشية والدورة لسه برضه مش منتظمة. بس أمنية خلاص اتأقلمت على الوضع ده، ولما حملت في أول بيبي ليها وزنها زاد حوالي 15 كيلو مرة واحدة. الزيادة دي ما بين الحمل والولادة والرضاعة، خصوصا برضه في منطقة البطن والجناب. وبعد ما ولدت ابنها يونس وفطمته لاحظت حاجة غريبة جدا: الدورة اختفت. عدى شهر، 2، 3، 9 شهور كاملين ومن غير دورة. انتوا عارفين يعني ايه 9 شهور كاملين من غير دورة؟ أمنية بدأت تقلق وتحس ان مش هي، جسمها تقيل كأنها شايلة اكياس رمل، نومها كتير وخمول غريب مش طبيعي. جوزها حسام قال لها لازم نروح للدكتور، الموضوع مش بسيط. وبالفعل راحوا سوا، والدكتور بعد الكشف والسونار قال لها بابتسامة هادية: انت حامل. ايوه حامل. جوزها بص لها كانه سمع حاجه مش منطقيه. قال له: حامل ايه يا دكتور؟ الدكتور قال له: ايوه يا فندم، حضرتك حامل في الشهر السابع. امنيه اتخضت: يعني انا عندي تكيس مبايض والدوره مش بتيجي والوزن زايد، ازاي حامل ومش حاسه؟ بصوا، القصه دي مش خيال، بتحصل كتير وكتير جدا كمان. وزي ما بنقول كده، في حمل مستخبي حتى عن صاحبته. يعني بالبلدي كده امنيه كانت حامل ومخبيه على نفسها. اللي حصل مع أمنية مش نادر، لأن في ستات كتير كمان مش بياخدوا بالهم من إشارات جسمهم ليهم. الجسم يا جماعة بيتكلم، بيدي إشارات طول الوقت، بس المشكلة إن ساعات مش بنفهم لغته ولا إشاراته. مهم أوي إننا نعرف إيه هي الإشارات دي. أمنية مثلا جسمها كان بيصرخ بإشارات واضحة جدا: دورتها مش منتظمة، بشرتها بدأت دهنية ويبقى فيها حبوب، شعرها زاد في أماكن مش معتادة، ده كان بيطلع لها شعر زايد في وشها، وزنها بيزيد حتى وهي مش بتاكل كتير، واصحابها كانوا بيتريقوا عليها، كان رجلها ووسطها مش زي البنات اللي في سنها. كل الإشارات دي تاهت وسط السنين وأمنية ما خدتش بالها منها خالص. كل دي علامات كلاسيكية لتكيس المبايض. طب هو ايه تكيس المبايض؟ ببساطة المبيض بيبتدي يفرز هرمونات ذكورية أكتر من الطبيعي، فالبويضات مش بتخرج من المبيض بسهولة، والبويضات بتقف على سطح المبيض من غير ما تخرج منه، فتبدأ الدورة تتلخبط وتحصل باقي الأعراض والإشارات اللي حصلت لأمنية. لكن لأنها اتعودت عليها من صغرها ما خدتش بالها خالص إنها إنذارات، كأن الجسم كان بيقول لها: خلي بالك الهرمونات مش مظبوطة. النقطة بقى المهمة إن تكيس المبايض مش معناه إن الحمل مستحيل. فرص التبويض بتكون قليلة وأحيانا قليلة جدا كمان، لكن ممكن يحصل. ولو حصل تبويض ممكن الحمل يتم فعلا، وهو بيحصل من غير ما حد ياخد باله. عاوزين نستفيد من حكاية أمنية، وعشان كده مهم تسمعوا الكلام اللي جاي. أي بنت وأي ست
الدورة عندها بتتأخر لازم تاخد الموضوع بجد حتى لو مش متجوزة. ليه بقى؟ لأن تأخر الدورة مش دايما بسبب مبررات زي توتر وضغط نفسي ومجهود وإرهاق عصبي، ده ممكن يبقى إنذار حقيقي من جسمك، لأن الدورة الشهرية دي كأنها بالظبط زي ساعة الجسم، لو الساعة اتأخرت يبقى البطارية ضعفت أو المكنة عايزة صيانة. وعلى فكرة أسباب التأخير كتير: تكيس المبايض، خمول في الغدة الدرقية، ارتفاع هرمون اللبن اللي اسمه هرمون البرولاكتين، اضطراب هرمونات المسؤولة عن التبويض زي ال FSH وال LH، الضغط النفسي بقى أو الدايت القاسي أو قلة النوم والتوتر. عشان كده لما يحصل لخبطة أو تأخير في الدورة مهم جدا إن احنا نعرف إيه الفحوصات اللي المفروض تتعمل. طب إيه هي الفحوصات اللي لازم تتعمل؟ أول حاجة لو متجوزة طبعا تحليل حمل عشان نستبعد أول سبب وده أشهر سبب، ولو مفيش حمل نعمل تحليل هرمونات الغدة الدرقية وهرمون اللبن وهرمونات الذكورة وهرمونين الغدة النخامية المسؤولين عن التبويض، واحد اسمه FSH والتاني اسمه LH. تالت حاجة نعمل سونار على المبيضين والرحم عشان نعرف في تكيس في المبايض ولا لا. النقطة المهمة بقى، انت يا أمنية عملت الفحوصات دي؟ الإجابة لا. زي ما حكينا أمنية اتجاهلت كل الإشارات اللي حصلت لها واختصرت واختزلت مشكلتها بس في الوزن. كان عندها قناعة ان مجرد ما تخس كل ده هيتظبط، ويا ريتها أمنية كانت بتخس فعلا. دي كانت بتحاول كل شوية تبدأ دايت، كل مرة تقول المرة دي بقى أنا هلتزم، بس كانت بتستنى الدورة عشان تبدأ، كأنها بتربط التغيير باللحظة معينة وكل مرة تأجل الدورة اللي بعدها. لا يا أمنية، الموضوع مش قصة وزن وبس، انت فاهمة غلط خالص. موضوع الوزن وعلاقته بانتظام الدورة أيوة مهم، لكن الأهم هو اضطراب الهرمونات ولخبطتها. اللي حصل لأمنية حصل عشان تجاهلت الإنذارات وحملت في الوقت اللي ما كانش فيه جسمها مستعد للحمل، وشالت مسؤولية تربية طفلين قريبين من بعض في السن كأنهم توأم. عشان كده هي اتعلمت الدرس كويس، والجميل إنها بعد الولادة قررت تبدأ من جديد، ابتدت تظبط أكلها وتتابع بانتظام وتاخد علاج بسيط لتظبيط الهرمونات. النهاردة عندها ولد جميل اسمه يونس وبنت اسمها مريم، وبتضحك وهي بتحكي قصتها لكل البنات. ما تسيبيش جسمك يسكت، اسمعيه قبل ما يتكلم بطريقته من غير ما تاخد بالها أو تطنش. رجاء لازم تسمعي النصايح اللي هتخليكي دايما في أمان ومش عرضة لأي مشاكل هرمونية، وتكتشف المشكلة بدري. طب إيه هي النصايح بقى؟ وركزوا معايا لأنها نصايح مهمة جدا. لو الدورة اتأخرت أكتر من 45 يوم ما تستنيش، روح اكشفي فورا. ولو الدورة بتتأخر أكتر من أسبوع وبصورة متكررة برضو ما تستنيش وروح اكشفي فورا. ولو وزنك بيزيد فجأة بدون سبب واضح، أو بشرتك بقت دهنية، أو الشعر زاد في مناطق مش طبيعية وخصوصا الوش، لازم تراجعي دكتور تخصصه أمراض نساء، غدد صماء، أو حتى أمراض جلدية. أكلك لازم يكون متوازن، قللي السكريات وزودي البروتين والألياف. الرياضة الخفيفة المنتظمة حتى لو ماشي نص ساعة في اليوم بتساعد الهرمونات ترجع تتظبط وتنتظم. وما تاخديش أي علاج هرموني من نفسك. ولو عندك تكيس المبايض المتابعة لازم تكون مستمرة كل 3 أو كل 6 شهور لأنها ضروري جدا. واخر حاجه بقى، خلي بالك ان جسمك بيتكلم بس بلغه الهرمونات، لازم تفهميها قبل ما توصل لمرحله المرض او الالم. وافتكري دايما ان الوقايه مش بس بتحميكي من المرض، الوقايه بتحافظ على شبابك، على صحتك، على ثقتك بنفسك. دمتم سالمين.